جزيرة الأحلام كما يطلق عليها العامة أو الناس، يقولوا معناتها جزيرة جربة تقريبا هي من الجزر اللي فيها برشا اختلاف وخلاتنا معناتها نعيشوا تعايش طبيعي. المعالم فيها كتابات نتاع التوراة، فيها كتابات نتاع الصلاة، فيها تاريخ. نخدموا مع بعضنا. ساعات يجي تونسي مثلا عائله يقول لك حاب نشري من عند يهودي خير من نشري عند واحد اخر، وينصحني كمان ينصحني. او احنا في المعبد انا عندنا برشا مسلمين يخدموا معنا وعايشين، كل عائلات عايشين معنا، ونشكرهم خير نرى. ان شاء الله ربي يكملنا في التسامح هذا وفي الصحبات هذا، وربي يعيشنا ونكملوا اخر اعمار مع الناس الكل. هي جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا، جنوب شرق تونس، بالقرب من الحدود الليبية، وتقع الجزيرة على خليج جابس، أرض تعاقبت عليها الحضارات وتلاقحت فيها الأديان، فكانت أرض التسامح بامتياز. سميت بجزيرة الأحلام. جزيرة جربة التونسية نموذج حي للتسامح والتعايش الديني. فيها يعيش المسلمون بجوار اليهود والمسيحيين كمواطنين يجمع بينهم انتماء إلى وطن واحد، وقد لا يفرق بينهم سوى بعض العادات والتقاليد التي يشتركون في إحيائها في كل مناسبة دينية. فيما خص بين اليهود والعرب، هنا عايشين باهي، عايشين بعضهم، يخدموا بعضهم مستانسين من قبل ياكلوا بعضهم، يمشيوا من دار لدار. نمشي انا حتى انا تو عندي خدمات معنا 3-4 خدمات، الكل معي عرب، الكل يخدموا معي، الكل ما عنديش يفرج هذا. تاريخ اليهود في تونس يغطي ما يقارب من 2600 سنة، شوهدوا في القرن الثاني ولكن ربما أكثر. نمت الجالية اليهودية في تونس بشكل عام. معبد الغريبة اليهودي هو كنيس يهودي يقع في جزيرة جربة في جنوب شرق تونس، في الحارة الصغيرة ذات غالبية يهودية في الماضي. كانت تسمى الحارة الصغيرة وحالياً يطلق عليها الرياض، وهي تبعد عدة كيلومترات جنوب غرب حومة السوق. اليهود بتونس عندهم 2600 عام. الغريبة هذه من اتخلقت عندها 2600 عام. وقت جاوا ربي خلى بيت المقدس الأولى، اليهود دجلوه في العالم مجمع، منهم جاوا الجربة قعدوا في الهردادة، وقتها ما كان سمى العرب واليهود. جاوا اليهود وقتها تعاملوا هنا، قعدوا عامات هنا، حتى بناو صلاة صغيرة في وقت باش يصلوا فيها، وبعد تو عدى تقريبا 250 عام بناو الغريبة ولا شكرنا. وقبل اليهود كانوا ساكنين هنا، وبعد حولوا اليهود لبلاصة أخرى، على خاطر ثم البير تاع قدام الغريبة بير حلو يفلحوا فيهم، خاطر اليهود ما يفلحوش، ما يفلحوا كالعرب. ولو كانوا بين العرب قدام الغريبة ساكنين، واليهود مفرقين في العالم مجمع، وفي الحارة صغيرة وفي الحارة كبيرة. كانت اسمها ديغت، وبعدين سموها حارة صغيرة. أما احنا باليهودي كانت اسمها ديغت، معناها باب، يقولوا هوني سقيفة تاع اورشليم. الغريبة على خاطر قبل ما كانش بني، قبل كانت غابة، وقت تبنات الغريبة سموها الغريبة على خاطر ولات حاجة مغربة في قلب الغابة. معبد الغريبة يعتبر أكبر وأقدم معبد يهودي في تاريخ إفريقيا، وتحج إليه جموع من اليهود بشكل سنوي، ويتوافد عليه السياح من جميع أنحاء العالم، يهود ومسلمين. Estou aqui a primeira vez na Tunísia e estou a gostar bastante. A minha religião não é esta, eu sou católico
mas gosto da cultura, gosto das construções, gosto da arquitetura, é tudo muito bonito. E vejo que as pessoas acreditam mesmo nesta religião e praticam-na bastante. A minha opinião é muito positiva acerca do povo tunisino, em geral. Rejon Katowice, województwo śląskie. Pierwszy raz jestem na Dżerbie i tutaj wrażenie jest po prostu całkiem nieopisane, żeby to tak było, nie? Co tu jeszcze? No, tutaj okolice no to bardzo ładne i tutaj jest elegancko, mi się podoba bardzo, że ten rytuał wasz, ten z Dżerby, jak żyją Żydzi, Arabowie, nie? To jest coś pięknego, no. يعد هذا المعبد أحد أقدم المعابد اليهودية في العالم، وشيد قبل أكثر من 2500 سنة، ويوجد به حجر من هيكل سليمان موجود في قبو المعبد. يعود تاريخ تشييد المعبد إلى فترة وجود اليهود في تونس منذ القرن الرابع ميلادي نتيجة هجراتهم المتتالية. التاريخ معناه يقول لك معناه بالوقت هيكل سليمان معناه، لكن هي حسب العصور معناها تبنات بشويه بشويه بس ولا تكه كبيره هيك الكنيسه، والبدو تاعها من داخل الغريبه، من الكروت الغريبه هي اللي بني من الغادي بداوا البني. المعالم فيها كتابات نتاع التوراة، فيها كتابات نتاع الصلاه، فيها تاريخ مكتوب فيها اللي مقحلام نتاع تعملت الغريبه ومتاع ثم حضره تاع جابوها من بيت المقدس من الغادي تبنات الغريبه. هذه يسموها الغريبة اللي هي زيت حزرة، يقولوا حزرة جاية من العراق، عندها 2600 عام. أما يقولوا جايبينها من بلاد غريب. وقت جايبينها من بلاد غريبة كانوا يسموها الغريبة، الحمد لله من عارفينهم الحمد لله. أما ما يقولوا لما قلت أما يقولوا جايين من العراق هي الحزرة هذه. وقت حزرة بلاد غادي عندها 2600 عام. أما اليهود عندنا اليهود احنا عندنا يجيو وقت زيارة الغريبة بلاصة يحطوا فيها الأعظام الحمد لله. هذه متحلكة وقت زيارة الغريبة مناسبة زيارة أكو. أي في البلاصة قلت في القهوت هكي البلاصة اللي قلت لك عليها هكي عندها 2600 عام. أما التوراة نصلوا بها أنا نهار السبت عندنا أقدم نسخة من التوراة عندنا موجودة عندها 200 عام. اختلفت الروايات حول سبب إنشاء المعبد، وحكي بأن امرأة يهودية اشتهرت بكرمها قدمت إلى المنطقة واستقر بها الحال في جزيرة جربة وأسست معبد الغريبة، وسمي المعبد الغريبة لأنها امرأة غريبة، لكن هذه الرواية غير صحيحة. المرأة البرتناس قيودة يحكيوا على امرأة ثم امرأة في قلب الغريبة هذه ما تمس منها، الناس الكل تعرف اللي ما تمس لا تم قبور لا تم امرأة. بورصة عباد قيودة غلطة في المعلومات بتاعهم. يتوافد اليهود من مختلف أنحاء العالم والمسلمين إلى جزيرة جربة لزيارة معبد الغريبة. تعتبر زيارة معبد الغريبة موعداً لإبراز التعايش بين المسلمين واليهود، حيث جزيرة جربة الأرض التي ما زالت تجمع بين الديانتين. هي أول زيارة عائلية هنا في مدينة جربة المضيافة الجميلة اللي أبهرتنا بجمالها وموقعها، واغتنمنا الفرصة أن نزور عدة أماكن منها اللي رانا موجودين فيها الآن، وكان لنا الشرف أن زرنا هذا المعبد الجميل الرائع، وشفنا أخواننا هذو اليهود بالطبع،
ويعني ما شفناش يعني تفرقه ما بين المسلمين واليهود في هذه المدينه، يعني ما تفرقش، هم تونسيين يعني عايشين ما شاء الله، تعايش، احترام، تبادل، وهذا يدخل في تنوع الاديان والثقافات. وان شاء الله هذا نتمنى انه يسود في العالم الكل، انه الناس كلها كامل تتعايش، وكل واحد عنده شريعته، كل واحد عنده ديانته. كون احنا في الجزائر ما عندناش جاليه يهوديه، ولو انها لا توجد غير معترف بها. اول مره الاولاد يعني يشوفوا انسان يهودي اول مره، وهذا تدخل لهم في الثقافه، في تربيتهم، في انه خطره اخرى كي يكبروا يقدروا يتعايشوا، ما عندهمش هذيك الصوره اللي انه راكم عارفينها. كانت من افضل لي زيكسبيريونس اللي درناهم، وزدنا جينا لهنا جربة هود، كانت ثاني افضل مغامرات نقدر نقولها. كي جيناها زرنا شويه الاحياء تبعهم، شفنا بلي ما كاين اوكن ديفيرونس ما بين المسلمين واليهوديين. زدنا جينا المعهد تاعهم، المعبد تاعهم، لقيناهم باللي كيفهم بريسك كيما المسلمين، كيما المعبد تاع المسلمين، كيما المسجد تاعنا. كان لينا الشرف اننا جينا زرناها وشيء رائع. تتمثل زيارة اليهود والمسلمين إلى معبد الغريبة في مجموعة من العادات والطقوس التي يقوم بها الزوار، مثل إشعال الشموع وكتابة الأسماء والأمنيات على البيض ورميها في الغار الموجود وسط المعبد. تقريبا تخلص بالمرة بدو يجيو، كانوا خاطر ما كانوش بدعوت لا قبل ياسر كانوا يجيو، كانت كامل تونس كامله كانوا يهود الكل يجيو من تونس جبنه، يعديونا 10 ايام في الزياره، ويجيو يعملوا زياره، ويجيو حتى الناس من طرابلسيه، من يهود من طرابلس، ويجيو بعد ثاني وقت بعد الزياره يجيو البات ولا البنات، يجي ولدك يشوف بنت عجبه، يبعث لبوه ولا حاجه، يقول له ريت في زياره بنت عجبتني، حب ناخذها. كانت مدة عامات عدت كاك، وبعد ذلك كي تحلوا الوتله ولاو الناس يشكوا في الوتله، يعديوا هنا زياره معنا 4 ايام وتبقي في الوتله. توا الزياره رجعت كاك، يجيو يشكلوا في الوتيل، ويجيو هنا عندنا 5 ايام من الزياره، يجيو زياره نعديو. تما الناس يجيو تقرا في الغريبه، يجي يعمل الشغل تاعو، ويجي يعمل الدين تاعو، ايش يعمل عظمه، ويعمل يصب الجيت، ويشعل الشمعه، ويشعل كل شيء، يهدي طقوس الدنيا تاعو. وبعد يجي الوكاله يفطر غادي، يتعشى، عندنا حفله، عندنا مارشون دو بريك، ريستورون، قهوه، بار، الحبشوي، والناس كل شيء، الناس كل تدخل كيف عرب كيهود. العباد اللي قاعدين كلهم من العالم كامل، من العالم الازمه، معناها يهود، مسيحيين، عرب، معناها عندهم حق بس يزوروا الغريبه الكل. كما تعتبر زيارة معبد الغريبة متنفس لليهود من أصل تونسي لاستعادة عاداتهم. ولا يعيش هو مرته لاباس عليه بالكل، برشا ناس مشات معهم، يعمل عظمه ولا يسعى السمعه ويقول يا ربي كذا وكذا، يا ربي تهنيني وانا مرتي، يا ربي تعطيني صغار ولا اولاد، فيهم برشا معناها اللي مشات معاهم الحكايه هذه تمشي، ولا يزيد يجي عام اخر يجي يزور الغريبه مختار اخر. لا في باقي الشباب احنا مش خايفين، باقي الشباب اليوم في حنسوق معناها اللي عندنا، خاطر هي كتله البلاد اللي فيها اليهود، يا جربه. الشباب معناها متوالم، والتوانسه يخدموا الشاغه مع بعضهم، يشربوا مع بعضهم، يمشوا القهوه مع بعضهم، يمشوا الاوتيل مع بعضهم. وكل حانوت تلقى في وسطها يهودي، تلقى في وسطها 2-3 شباب عرب عايشين معاهم. حتى انا باش عندي الشباب في الغريبه، عندي خدامه عرب 4، في الديب وعندي 4، في السوق عندي 4-5، كل شباب الكل تعيش معاهم، ما عنديش مشكل. نحب نقول لك ليه حصل ربي، صار ربي يكملنا في التسامح هذا، وفي الصحبات هذا، وربي يعيشنا ونكملوا اخر عمر مع الناس كلها. عايشين مع بعضنا، ما عندنا حتى مشاكل، نخدموا مع بعضنا. ساعات يجي تونسي مثل عائله يقول لك حاب نشري عندي يهودي، خير نشري عنده واحد، وينصحني كمان، ينصحني. عايشين برا انت، واللي يبيعوا البريك في الحاره كبيره غادي، شيء يجي في الليل تلقاه صفاف كراب، ولا حتى في الرياض عندنا احنا كيف راهو عايشين وخير.
عندك غادي لبرا مشاكل، برا عامل مشاكل على روحك غادي برا. اما احنا هنا في تونس لا، عايشين وخيار. يصبح عليا نصبح عليا، فهمت ولا؟ لا وخيان فهمت ولا؟ او احنا في المعبد هنا عندنا كبرشا مسلمين يخدموا معنا وعايشين، كل عائلات عايشين معنا، فهمت ولا؟ والناس كلها وخيان. تعتبر جزيرة جربة نموذجاً وطنياً وعالمياً للتعددية الفكرية والثقافية والسلمية، فتونس جسدت هذا التعايش السلمي وجمعت اليهود والمسلمين، وجعلت من جزيرة جربة خير مثال للتعايش بين الجميع. تونس أرض تسامح وسلام وتعايش ووئام، وجزيرة جربة تختزل كل الأديان والحضارات، حيث تلتقي فيها الكنائس بالمعابد والمساجد أيضاً. الاختلاف ديما بين العباد الكل موجود، لكن تقارب نراه في برشا حاجات في اليومي. معناتها في اليومي الجربي نلقاو برشا حاجات كيف قديمه وجديده. معناتها نلقاو السوق، ونلقاو تحضير الاحتفالات والاكلات، نلقاو كيف الزميطه، المغبر ظهره، برشا اكلات زاده نتقاسموها. فما اكلات ما نتقاسموهاش زاده، فما اكلات خاصه بالطقسي او الريتوالز، معناتها لي ريتوال. لكن اغلبيه الحاجات اللي معناتها تجذب الانتباه هي حب الحياه، انا نحسه اللي يجمعنا اكثر. جزيرة الأحلام كما يطلق عليها العامة أو الناس، يقولوا معناتها جزيرة جربة تقريبا هي من الجزر اللي فيها برشا اختلاف، وخلاتنا معناتها نعيشوا تعايش طبيعي. معناتها الناس ما كانوش يخموا في تعايش، كانوا يعيشوا. تقريبا مستقبل الجزيرة باش يواصل بمجد تاريخها يلزموا نلقاو معناتها التواصل متاع وجود كل وجل الأطراف اللي ساهمت في بناء تاريخها، مع اختلافها العرقي أو الديني أو المذهبي. يلزمهم الكل يكونوا موجودين، خاطر هما اللي نحتوا صورة جزيرة كانت مثال للتعايش وللعيش السلمي.